في نوع من الرجاله بيشبه بالظبط شخصيه سمكه القرش، بتلاقيه على طول باصص لقدام وبيحب ياكل وبس. النوع ده بيديك انطباع كانه طالع من تحت التراب حتى لو كان غني، بالظبط زي نبات شيطاني بيكبر في ارض ما فيهاش رجوله ولا مسؤوليه. بيدخل علاقه مش علشان يبني، بيحب يتعلق فيها ويعيش على ظهر غيره. النوع ده ما بيعرفش يحب، هو بس بيدور على ملجأ مالي وعاطفي ليه، بيدور على بنت تشيل عنه الأمان وتتحمل هي المسؤولية. وهتلاقيه واقف بيتفرج في مواقف كتير وبيقول أنا راجل، وفي الحقيقة هو طفل كبير مستخبي في شكل راجل. النوع ده في الغالب ما بيكونش موجود كده لوحده، لأن في ناس كتير ساعدوه. هتلاقي بنت كانت مستعجلة إنها تتجوز ومستعدة تشيل نص الحمل قصاد كلام جميل كان بيتقال لها. وهتلاقي أم للأسف بتحاول تعمل لابنها كل حاجة حتى من قبل ما يفكر فيها، وفاكرة إنها كده بتعمل دورها 100. في الحقيقة الناس دي عملوا وحش من غير رجولة، بيدعم فكرة الست القوية علشان مصلحته الشخصية. النوع ده للأسف خلى فكرة السند تموت، وخلى البنات تقول أنا أستقل بدل ما تقول أنا عايزة راجل. والست لما اتجوزت ما كانتش عايزة راجل تبقى أمه، كانت عايزة بني آدم محترم تعرف تعيش معاه. الراجل الحقيقي ما بيقعدش على ظهر بنت ولا بيشتري راحته على حس تعبها، وما بيحطش رجله على طموحها، وما بيضحكش عليها بيقول لها أنت ست قوية. الراجل ما بيستناش حضن، الراجل الجدع بيبني بيت في حضن. الرجولة مش مجرد مسمى، الرجولة فعل وثقة ومسؤولية، عمرها ما كانت بالشنبات ولا بالصوت العالي. حضرتك لو مش راجل لو سمحت ما تقربش من ست، ولو مش هتشيل ما تطلبش ان انت تتشال. الرجولة مش علاقة، ها؟ الرجولة حماية، ولو مش هتبقى جدع روح اقعد في صف العيال. اسف لو كان في كلام طريقته شديدة طلعت مني، بس للاسف دي الحقيقة. لما تلاقوا محتوى محترم ادعموه باللايك والشير واكتبوا رأيكم دايما، انا بقرا كل الكومنتات. انا هيثم المعداوي، وان شاء الله هكون واحد من اشهر الناس في مصر. اشوفكم المرة الجاية، مع السلامة.